السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجعلنا وإياكم من صوام وقوامه ويقبل منا هالعمل على ضعفه. اليوم هذا العمل تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. خل أقول لك وش السالفة. كل الناس تعرف إن كل شيء به جملة، المواد الغذائية لها جملة، مواد سباكة لها جملة، مواد بلاستيك لها جملة، لكن ما يدرون الناس إن الصيدليات لها جملة. إي، وفرق كبير بالأسعار بين الصيدليات اللي بالجملة والعادية. مو بمعنى جمله انك تاخذ كرتون، لا، تروح تشتري بسعر الجمله من محلات الجمله حقت الصيدليات وتاخذ بالحبه وتوفر 50%. ما عمري رحمت الا الراتب المحدود واللي عنده طفلين ثلاثه، هذا مسكين الصيدليه هي اللي تقص ظهره. اليوم انا جبت لك حل. الحين انا شريت من الصيدليه ورايح المحل الجمله وخلنا نقارن الاسعار بين هذا وهذا. خليكم معي. أنا في محلات الجملة، كل منطقة بالمملكة فيها محلات زي هذه اللي هي المستودعات منتشرة في كل مكان. خلوا ندخل واحد منهم ونقارن بالأسعار. خليكم معي. هذول الجملة، هذه يا زوج وش حقته؟ تعال اقعد. جاهز مقارنة الأسعار؟ جاهز. طيب هذا الفيتا بالصيدلية ب20. أنا عندي ب17. هذا الكريم بالصيدلية 100. وانا عندي ب 68. يا سلام. مزيل عرق بزلين ب 45 ريال بالصيدلية. عندي 32. يا سلام عليك. هذا عاد مالك حيلة، هذا بخاخ قال عرق ب 17 ريال. وعندي ب 10 ريال. أعوذ بالله، 70%. وصابونة بزلين لقيتها بالصيدلية 22. وعندي ب 16. يا سلام. الفازلين كم اللي ذا؟ 480 منه. 480 ب 22 ريال اخذت من الصيدليه. وعندي ب 17. ما شاء الله. اللي عندك اطفال انتبه الى هذه الجريمه، هذا بالصيدليه اخذته ب 27 وعندك بكم؟ 16 ريال. اعوذ بالله. طيب الديتولي علي 18. وانا ب 15. جميل. معجون سنسوداين. ايوه 25 ريال. كم انت كبير يا ابن الصحراء. 21. طيب انا بسألك سؤال. إيه؟ يمكن يختلف الوكيل، يروح يجي ياخذ فواتير من الوكيل مباشره، يا بن زقر يا بن داوود يا ما شاء الله زي الصيدليات يعني 100%. طيب عطنا اللوكس. اللوكس اخذته انا من الصيدليه ب 15 ريال. عندي 11 ريال. 11 ريال. هذا الشامبو اخذته ب 17 ريال. 14 ريال. يا سلام. مزيل العرق هنا ب 12 ريال. 9 ريال. صدق عندك اخراج، سويت كذا، هذه حركه حلوه ترى سويتها. هذا يبيع جمله عنده اخراج. كم لاني لكن هذا مصدومي والله. هذا 22 صدريه بدل الاطفال. 14 ريال. شوف على الرف 14 ريال. كم بالسوق؟ 45 الى 48 الى 50. عندك 20 50%. نعم. والمسكره ذي؟ هذه برا ب 65 الى 85 تباع. ها. عندنا ب 27 سعر طبعا هذه محلات الجمله، وهذا الامانه ترى مو باعلان، لذلك ما انا بحاط اللوحه ولا شيء، لا مو باعلان، لكن هذا تجي بهالطريقه هذه. لكن كانت الفكره انه ممكن نلقى حلول للدبلات اللي تاخذ الصيدليات. وترى ممكن واحد يقول انه بعض المنتجات في سوق الجمله مضروبه. تاكد انت، ولكن وزاره التجاره ما تخلي المضروب لا هنا ولا هنا. واذا في شيء مضروب وش خلي المصريين بالصيدليات ما ينزلونه؟ كلهم واحد. اشكرك يا انت، يسمونك ملك جمله الصيدليات. لا يا لا يخاف. الله يجزاك. اني وفقت بهذا التقرير. وفر فلوسك مع منصور. الصراحه العصر يا ناس 6 ايام، مو بعصر ذا طويل. كبرت العصر فعلا طويل، العصر يومين، فاستغلوه بتوفير المبالغ لو كان بعيد عن بيوت. دائما مراكز الجمله والجمله تصير بوسط البلد، عصر طويل. راح تقض. مع السلامه.